السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير. اذكروا الله وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في نجد في زمن قديم كان فيه واحد عايش في قرية، وطلع من قريته هذه إلى قرية ثانية ما حد يعرف فيها، ودور له شغلة منا قام اشتغل سقة. السقة اللي هو اللي يجيب الموية من الآبار ويوديها للناس في البيوت. خذ له فترة تقريبا حدود سنة وهو شغال الشغلة هذه. فيه بير مويتها حلوة ولكنها بعيدة عن القرية شوي، يروح ياخذ منها موية ويسقي أهل القرية. يوم خذ له تقريبا سنة، ذاك اليوم هم جالسين في المسجد، الشيخ اللي يصلي بهم يتكلم مع الجماعة ويقول: يا جماعة الخير، المطر أبطأ علينا ما جاء، والنبي نصلي صلاة الاستسقاء لعل الله سبحانه يغيثنا. الإمام المسجد يتكلم مع الجماعة ويقول لهم: يا جماعة الخير، بكرة نبي نصلي صلاة الاستسقاء ونطلب الله سبحانه في المطر. قالوا خلاص، وقاموا يتمالون الراي ويسولفون، إلا هذا اللي جالس اللي هو أنت السقة. طبعا السقة كان ساكن في المسجد لأنه ما عنده مقر سكن ولا يعرف أحد، فكان ينام في المسجد. قال السقة هذا: أنتم تبون المطر؟ قالوا: نبي المطر. قال: أول شيء أنا بعطيكم رأي، اخذوا رأي هذا، وإن أنتم نفذتوا الرأي هذا والله يا المطر من بكرة يجيكم الصبح. طبعا هم الحين في صلاة المغرب أو صلاة العشاء. قاموا يتشاورون، قالوا: يا ما احنا خسران يا شيخ، خلنا نشوف ايش عند الرجال. قالوا: وش رأيك يا فلان؟ قال: أول شيء أنتم في الديرة هذه والله ما واحد يدري عن الثاني، فلان أكل، فلان لبس، فلان كذا، ما حد يدري عن أحد، كل عايش في نفسه وعياله وله بداري. ومتى ما كل منكم تبرع بشيء من ماله أو تصدق بحاجة وكلها هذه مردها لأهل القرية، بيجيكم إن شاء الله المطر من بكرة الصبح، السيل جايكم. قاموا يفكرون في كلامه، قالوا: حنا ما حنا بخسرانين شيء. طيب وش اللي تشور علينا؟ قال: الشور عليكم إن كل واحد منكم يجيب شيء من زايد الشيء اللي عنده في البيت. كل واحد يروح لمرته: وش الحاجة اللي زايدة عندك؟ إن كان شماغ، إن كان ثوب، إن كان حذيان أكرمكم الله، إن كان تمر، إن كان طحين، إن كان سمن، اللي هو، ويجيبه ويحطه في المسجد. قالوا: شور الرجال ذا وهداية الله. كل واحد راح عند مرته، واللي خذ من عنده لقى له حذيان زايدة مع حد بزرانة، واللي لقى له ثوب، واللي لقى له طحين، واللي لقى له مدري وش تمر. كلا خذ الشيء اللي كان متوفر عنده وزايد عن حاجته في بيته، ويدخلون. السقة مثل ما قلنا كان عايش أو ساكن في المسجد، ينام في النهار يروح يشتغل، وإذا جاء الليل رقد في المسجد، ما عنده لا بيت ولا عنده مقر يقعد فيه ولا عنده شيء. وكان حاط له مولع له سراج ومخفض النور حقه على آخر شيء، يدوب انه حوله حواليه. باب المسجد مفتوح، طبعا الكلام هذا من بعد صلاة العشاء تالي لين، ويشوف الناس هالقرية كل شوي واحد يدخل، واللي يحط له دهن، واللي يحط له طحين، واللي يحط له تمر، واللي يحط له ثياب، واللي يحط له شماغ، وكل واحد من الشيء اللي متيسر عنده في بيته وزايد عن حاجته جابه وحطه في المسجد لين خلصوا. طبعا القرية فيها حدود 50-60 بيت، يعني ما هم واجد أهل القرية. لين درى أنهم خلاص ما عاد بقى أحد بيجيب له شيء، ويقوم يرفع على نور السراج ويروح عند الأغراض اللي هم جابوها، ويقوم يتفرج. إلا شاف هذا والله طحين بر، قال: هذا بنوديه للأرملة فلانة لأنها ما عندها شيء قال: هذا بر بوديه لفلانة أرملة ولا عندها شيء وتحتاج البر ذا. وهذا التمر بيت فلان ما عندهم تمر، أبودي لهم. عيال فلان يتمان ولا عندهم ثياب، بودي لهم الثياب ذي. ولد فلان أنا شفته ما عليه حذاين الأسبوع اللي راح، وبعطيه الحذيان ذي. وقام يوزع الأغراض هذه على احتياجات أهل القرية بحكم معرفته فيهم، لأنه يدخل البيوت كلها. طبعا السقة لما يدخل البيوت يدري وش اللي هم يحتاجونه، وش اللي موجود، وش اللي ما هو موجود من عندهم، ويسولف معهم، فخلاص قد خابر الأمور كل أبوها. وياخذ ليله كله وهو يوزع في ذا المقاضي وذا الأغراض يوديها لأهل القرية. يوم جو الناس الصباح صلوا صلاة الفجر، إلا والله أن السماء مليانة بالغيم، ما مداهم صلوا صلاة الاستسقاء، إلا والله أن المطر تفجرت فيه السماء تفجر، ولا السيل نازل عليهم. وكل هذا بفضل الصدقة
وأمطرت عليهم السماء وسالت عليهم الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل صدقاتهم واستغفارهم اللي نصحهم فيها السقا هذا. طبعا هم جو عنده وسألوه قالوا له يا أخي أنت جيت وتقول سووا كذا وبيجيكم إن شاء الله المطر، وكنت حتى أنك تحلف أنت مطرون بكرة لو سويتوا الكلام هذا، وحنا فعلا سويناه وأمطرت علينا السماء. قال هذا بفضل الله سبحانه، ثم بفضل صدقاتكم واستغفاركم لله. فائدتنا في القصة هذه أن الاستغفار دائما مفتاح للرزق، أنك ما تدري يجيك الرزق بسبة استغفارك، بسبة صدقاتك اللي أنت تقدمها. الصدقات دائما سبق وتكلمنا، ولكن يقولون في العادة إفادة، مهما سويت من صدقة كثيرة ولا قليلة راح تلقى أثرها بإذن الله تعالى. استغفارك للذنوب هذا بإذن الله أنه راح يفتح لك باب رزق جديد. انتظر منكم تعليقاتكم وتفاعلكم. والبعض من الناس سبحان الله لما تجيه قال لك أنا يا أخي أنا فقير وأنا ما عندي، ويقوم لك يشكي عليك الحال وما لقيت وما لقيت، ولو تجي تدقق وراه تحصله يغتاب هذا ويشتم هذا وعليه ويسوي ذي يعني ذنوب ما لها أول ولا لها تالي. فلما تقول له استغفر الله وسبح وصل على النبي عليه الصلاة والسلام وسو كذا وسو كذا، يقعد يتذمر لك يقول لك أنا أقول لك كذا وأنت ترجع تقول لي كذا. صحيح، ترى أنت تستغفر ولا تسبح ولا تصلي على النبي تفتح لك أبواب رزق عند الله سبحانه وتعالى، ما تدري من وين يجيك الرزق ولا بسبة إيش يجيك. لو تتصدق لك بتمرة جاك أثرها. أتمنى أنكم استفدتم من القصة هذه، وبإذن الله تعالى نلتقي في قصة جديدة بكرة إن شاء الله. أنتظر تعليقاتكم وتفاعلكم والفائدة اللي أنتم استفدتوها من قصتنا اليوم، وتصبحون على خير.